البارح كنت راكش في الحومه مع الاولاد، حسيت روحي جاني النوم يا اخي، وليت هزيت روحي روحت للدار، واول حاجه عملتها مشيت شديت فرشي. انا حطيت راسي على المخده وغمضت عيني، وفجاه النوم طار ومخي بدا يجيب لي في افكار انا بدي ما نعرفش عليه منين قاعد يجيب فيها. في وسط الافكار اللي قاعد يعطي لي فيهم قال لي علاش ديما الناس تلقاهم يتعاركوا شكون احسن واحد، وكل عام احسن عباد ياخذوا جوائز في السبور ولا في صناعه المحتوى ولا في الغناء. علاش ديما العباد يخموا في احسن ناس ويعطوهم جوائز؟ علاش عمرنا ما خممنا في اسوأ عباد وعطيناهم جوائز؟ الناس اللي تتعب وتقوم الصباح وتخمم كيفاش باش تكون اسوأ، وتهبط وتسعى كل يوم كيفاش باش تخلي العباد تسبها اكثر في الكومنتات. انا كيكا قاعد نخمم واخيرا هزني النوم. قمت من غدوه الصباح، اما الفكره هذه ما حبش تتنحى من راسي. وانا نطيب، وانا نشرب في قهوتي، وانا نمشي، وانا في الكرهبه، وانا في التواليت يا اخي قررت قرار اني انا هو اللي باش نعطيهم مقدارهم العباد هذوم، انا هو اللي باش نلوج عليهم ونعطيهم الجائزه نتاعهم، وباش ياخذوا اللي كانوا محرومين منه السنين هذه الكل. بديت نلوج. نسيت اللي انا كسرت البي سي بعد اخر فيديو جيت باش نعمله على التيك توك. باهي خلينا نمشي نجيب التليفون. وانا قاعد نلوج اكتشفت برشا حاجات. انا واحد من الناس كنت نستخاير اللي احمد جودي والتشكيله نتاعو هما اسوء عباد، لكن كي لوجت لقيت اللي هما عندهم منافسين ويمكن حتى يكونوا اسوء منهم. مثال هذا محمد ستوري دوب ما ريتو قررت انه يكون منافس الفيديو هذا وباش يشارك معانا في الحلقه هذه، وزدت عرفت اللي هو قديم معناها هو من المؤسسين. قررت نزيد نلوج على واحد من جدد باش نشجعوا جينيراسيون جديده نتاع الماسطين الطالعين. يا اخي نلقى الاخ هذا روان، ومن هنا بديت اللعبه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، في شكون الامصت. كلمه الامصت نورمالمون في بلاصتها كلمه اخرى، اما الله غالب احنا قناه عائليه. الفكره كالتالي، نجيبوا زوز عباد يهبطوا في حاجات ماسطه، مش المساطه العاديه كيف المساطه نتاعي انا، خاطر انا بدي نخمم ما نهارش نشارك. المساطه اللي ما تنجمش تحملها، عادي تتفرج في فيديو تقسم الكرون في 4. السلسله باش تكون فيها اكثر من حلقه، كل حلقه نجيبوا زوز ماسطين نختاروا فيهم واحد ياخذ الجائزه اللي هي براد باش يعمل كيس تاي ويخمم في عقله كيفاش باش يبطل ويرتح الشعب. كل حلقه يربح واحد لين نلموا مجموعه من الماسطين ونعطيكم لكم انتم تصوتوا شكون امصت واحد فيهم ويربح الجائزه الكبرى. المعايير كالتالي، لا علينا في جدول دفوار التاريخ، كان فما حركات هكا ولا هكا درا كيفاش مولاها ياخذ نقطه، كان فما مساطه زايده واكثر من اللازم مولاها ياخذ نقطه، وبعد نمشيو نشوفوا راي الجمهور من الكومنتات، والمكروه اكثر من الجمهور ياخذ نقطه، وفي الاخر انا باش نعطي رايي في شكون امصت فيهم ونعطيه نقطه. اللي يلم نقاط اكثر هو اللي يربح، وكان تعادلوا نمشيو للقرعه. فتوا رحبوا معايا باول زوز ماسطين معانا. خلونا نبداو مع الاول. الطفل هذا اول ما لقيته نلقى الناس الكل يسبوا فيه. الحقيقه ما عرفتش من الاول شنو السبب اللي خلى العباد الكل تسب فيه. يا اخي وليت دخلت الفيديوهات ونعمل في طله، قلت سبحان الله بلاكش خويا العباد يسبوا فيه مش حاملين ولا ظالمين والله اعلم. يا اخي من اول زوز فيديوهات ريتهم انا بدي ماذا بين سبتو بالله. تفرج هذه قتلي الحقيقه محليك اما مغرور، مش مشكله، المهم محليني. الزحل وليه تعرفوني ما نعمل لهمش الفيديوهات هذوما. وصلا الفيديو الكل تراكي فيه معوج راسه علينا باش يورينا الوشم ولا نعرفش عليه انا، ويكحر في اول الفيديو على اساس صعيب وكاسح، وجاي في اخر الفيديو وقال لها المهم انا محليني. وعطاها الضحكه هذه. يا ربي ظهر لي الفيديو هذا شي يكون اصعب فيديو في حياتي يعني. هذه قتلي ما كنتش نعرفك مي محلي الكونتينيو اللي تقدم فيه. هادي جا خصنا كونتينيو في تونس معناتها ولا تاكل. يلدنا كونتينيو نتاعك تحكي عليه. يدي شنيا العيشه الكحله معاكم انتم اللي يحك راسه يهبط زوز فيديوهات يسمي روحه صانع محتوى ويعمل في كونتينيو. والله الكل من الدوله راه ما فماش مواطن شغل تحرق يرجعوك. فرج الشعب كيفاش ولا اشتر ولا يصور في فيديوهات قال لك كونتينيو ولا شنيا واشتر الاخر ولا رابورات. واحد منذ اخرى باش يولي يحشم كي يقول ما نعرفش الراب. قالت لي شبيه البنات الكل مضروبه فيك حتى انا. لا مش صحيح، فما بنات نعجبهم، فما بنات ليه، فما بنات بالعكس ينتقدوا فيا، فما بنات نعجبهم كشكل وما تعجبهمش طبيعتي، فما اللي تعجبهم طبيعتي وما نعجبهمش انا كشكل. كل واحده كيفاه. قلت لي قلت لك هذا الكل نحي من مخك، كلامك صحيح، البنات الكل مضروبين فيا. بي شوف هاني مانيش نركز مع شنيا قال في اخر الفيديو، خاطر بالرسمي باش نبدا نسب انا وما نحبش نصارح واللي هو ما يعجب حتى واحده. اما فما حاجه اخرى لازمنا بالرسمي نركزوا معاه. وانا قاعد ندور في فيديوهات السيد هذا قريت برشا مرات انه هو اللي قاعد يكتب الروحه في الاسئله هذوم. من الاول ما صدقتيش انا الحكايه، بعد كي قريت كومنتير قال ركزوا في الكتيبه اللي هي كيف كيف في الفيديوهات الكل. كي ركزت بالرسمي كان جيت تشوفهم تحسهم بالرسمي نفس العبد كاتب، يعني حرفيا مريض نفسي هذا. والله مرض. تصور روحك انت كل يوم تحل عينيك تمشي
تكتب 20 سؤال لروحك، تعمل 20 فيديو تجاوب فيهم على روحك. ليه؟ واللي يعجبك فيه يبدا جايب ما عندك يبدا يجاوب. وانت يمكن تقول انه السيد هذا يفهم برشا في البنات، بما انه كل فيديو محسوب هو يحكي على البنات وعلى علاقات مع البنات، كيفاش البنات الكل مضروبه فيه. قناه ماتش قررت انها تعيط له السيد هذا ونشوفوا قدراته الناس الكل في تركيح البنات. اللبسه معينه اللي باش تحب عليه انت، كي نبداو مع بعضنا اللي باش تحب عليه انت معناها، في بلاصه بريفي حاجه نورمال اللي باش تحب عليه انت، اما قدام العباد معناها باش تخرج مع اصحابك ولا حاجه فما ليميت. شنو هو الفرق حتى ما عكتش قدام العباد؟ معايا نعرف اللي مش باش نجم يتمنيك عليك حد ولا مش باش نجم يغضر لك حد. اوه تخوف ماله. ايش قولكم انتم في المهارات؟ الطفله ذابت بجنب. حديك تعمل فيديو راسك مستوي. ليه خويا نجم نجيبك باش نرجع لك بدل الكاميرا راني جوز كنت حاطي يدي خاطر هكا نلقى راحتي. هيا خويا هاني مستوي نجاوبك. برا عاد شكون باش يقنعوا اللي حتى كيعمل لك هيك راسه مازال معوج. وحسب رايك عزيزي المشاهد شنو هي اسوء الحاجات اللي نجم يعملهم الانسان؟ تنمر مثال. ثاني حاجه ساعات نلقى الطفل يبدا احول معناها نبعد كيف اصلا ينجم يكتب كومنتير. فهمت كيفاش ينجم يكتبوا صحيح. والا يسب ام ولا اخت عبد اخر. هذا قال لي برجوليه ما تعجبنيش. مش مشكله اختك نعجبها. ممكن انت عزيزي المشاهد بعد الفيديوهات هذوما باش تشوف الانسان هذا خايب ورخيص برشا. الحقيقه عندك الحق، اما عنده حاجه واحده باهي اللي هي الصراحه. اخوي صريح الانسان هذا. شوف الصراحه، انا انسان نكره، عرفت وين شكون انا، عرفتك الانسان اللي تدخلك صاحبتك معاه انا ذاك هو. شوف محليها الصراحه وهي خارجه من الانسان هذا يعترف باللي هو انسان نكره ورخيص. انا من رايي نتعداو للثاني، خاطر برجوليه بالرسمي شد في روحي بالسيف انا على السبان، ويمكن هذا من اكثر العباد اللي عذبوني. انا قاعد نتفرج فيهم من اللي بديت الشين وهو شدنا يبعبع علينا انا هاني انا بالله بالرمشي. به الطفل هذي اول ما باش نشوفوا واحد من فيديوهاته الكلنا معناها باش نتفقوا على البلاد والركاكه والمصاطه نتاعو. تفرج بالله تفرج كيفاش يعمل. انت توا كي تشوف فيديو كيما هكا كيفاش تتوقع الكومنتات؟ تتوقع باش يكونوا ربي يهديك ولا عباد يسبوا ولا عسل وانت طاب رجله الشطحه محلك محليك يا سخته الشطحه علي. يعني هي واحدة من اثنين، يا انا معقد ولا العباد هبلت. صي شنية هالحالة فيكم انتم واحد كل يوم غريبة معاكم قتلوا محليك ولا شنية؟ المرة الجاية كان تستحق اي حاجة من عند راجل كلمني انا ديريكتور. دي تعرفوا حاجة سامحوني انا هو الغلط. يولدي هو ولا ما عادش فيديو متاع مساطة هذا ولا فيديو متاع وش يحب يعمل هو؟ وش يحب يوصل؟ شليغم يكتفوا بهيم؟ شليغم متاع حداد متاع ميكانسيان؟ وش فيش يعمل هو؟ دي هبط في التيك توك وحتى كان جاي هبط عادي. دي فيش يعمل هذا؟ ما هذا هم اللي بكلي باش تريح بالسبت كي كانوا صغار. هذا هم. هاديش يقصد هو تو والله لا فهمتك. يقصد اللي انا مانيش راجل. دي لحظه مش انا هو لحظه. يقصد اللي هو مش راجل وعنده الفلوس، اما احنا رجال وما عندناش الفلوس ولا شو يقصد؟ شو يقصد بجاه ربي شي يحب؟ هذا قولوا لنا بركه شي يحب. شو كيفاش يتنومس؟ شو كيفاش يعمل يا ربي؟ هذايا تو مهبط فيديو بكل صحة رقعة يسب فيا انا سيدك لليتك تسب فيا ميسيرش. محلي القانون الجديد والله ياسر محلي. سجلت انا الفيديو باش متمشيش تجري تفسخوا ومرة يطلع لي الوجه. شوفوا وجهه شوفوا خليقته شوفوا وجهه. ايوه القانون في تونس ما يحاسبكش كي تتنمر على وجه عبد. انا اخويا قررت اني نمشي نعمل طلع على الكونت نتاع الطفل. قلت يا اخويا خلينا نشوفوا فاش يهبط هالطفل هذا. دخلت الكونت نتاع الطفل نلقاه يهبط في فيديوهات ينصح في العباد باش يصلي وينصح في العباد باش يصوموا باش كذا. يهبط في فيديوهات تعتبر فما منها فائده. ودخلت الكونت نتاعك انت شنو لقيت فيه؟ بالله تصوروا شوف الفيديو متاعي انا يمشي يشكي. السلام عليكم. سلام تفضل حاجتك بحاجة؟ اي بالله نحب نقدم شكاية اختي. شنية هذه اختي؟ يكبس روحك وتلم لاباس انتي. سامحني والله ساعات نتسيبك هيك. نايم لستوي روحك واحكي بالقديه. شنية شكاية تحب تقدمها؟ والله فما واحد قال علي اللي انا ماسط في اليوتيوب نحب نشكي بيه. هكا معناها داخل المركز تحب تشكي بشكون قال عليك اللي انتي ماسط؟ اي كهو والله ما نشكي بيكم بالكل. باهي يتوج الوقت نشوف شكون الأمسط فيه.
بالنسبه للحركات نتصور الناس الكل باش نتفاهموا اللي حما معناها بالرسمي ما فهمتوش شنو يحب يعمل. الاخر جوست معوج كرومته وكل شيء تتعدى معناها عادي. فلهنا نعطيو لحما نقطه. بالنسبه للمسطة الزايد حما ماسط اما مش لدرجه روان، ساعات مره في الفيل يعمل فيديو مقبول وجو به، فلذا المسطة الزايد نعطيو الروان نقطه. ماسط ياسر برجوليه، ما رزين الطفل هذا رزين. روان ما فهمتوش انا شي يحب. بالنسبه لراي الجمهور روان قاعد يلقى في كره كبير من الجمهور، عكس حما عنده 100 ولا 200 مراهقه يتبعوا فيه ويكتبوا في كومنتات كل فيديو. معناها روان المكروه اكثر من الجمهور، فلذا روان ياخذ نقطه. وتوا باش نمشيو للراي الشخصي. بالنسبه لي انا والله تعرفوا حاجه، هما زوز رزان على الاخر. بالنسبه لي انا حما برجوليه ما نحملهمش الفازات اللي يعمل فيهم، انا ياسر خايبين على الاخر، فلذا نعطي الحما نقطه لهني. بما انهم تعادلوا توا رستلنا نمشيو لعجلة الحظ. بري بسم الله بري. ميدو ضد ولد مفيدة، شكون يربح؟ روان. ربح روان. مبروك عليه البريد نتاعو. نية شعورك وانت واحد من المرشحين باش تكون امسط واحد في 2025؟ اي ديجا تعبت برشا معناها انا. يا معلم والله اخر مرة. وكا هاو الولاد، هذه هي حلقتنا اليوم. وكا هاو انتم تولي باش تكملوا تحكموا فيها السلسله هذه. كان عجبتكم بالطبيعه وتحبوا نكملوا فيها اكتبوا لي شكون الزوز اللي تحبوهم يتنافسوا في الحلقه الجايه. راني قاعد نشوف واحد من غادي يحب يكتب لي شكونك انت باش تقيم شكون ماسط وشكون ليه. خلينا نشوفوا فما شكون عنده اعتراض لهنا. هكا ما فما حتى حد معترض. وهكا في اول كومنتير تنحط لكم سطل خويا اللي عنده بكي يمشي يبكي غادي بتبيعته المقص في الدار. وهكا هاو الولاد نخليكم انا، ومازال البحث مستمر على امس واحد في 2025.